وبعد الخروج من دوري الأبطال يوفنتوس يقيل المدرب ساري ويعين طبعا يشكر ساري ويعين أندريا بيرلو. كيف وجدت القرار؟ والله شوفي، أنا هذا قرار طبعا دائما إذا أخذنا القرار بصورة عاطفية تفرح لأن اسم بيرلو يفرض نفسه، لكن إذا أخذناه بصورة عقلانية أنا أعتقد فيه تسرع. لماذا؟ بيرلو أو اللاعب والنجم الكبير القائد مثل بيرلو هو مشروع مدرب ناجح، لأنه اللاعب اللي يكون قائد مثل سيميوني مثل حتى لامبارد وغيره مثل هؤلاء اللاعبين من ما يكون هو لاعب وقائد داخل أرضية الملعب، هذا مشروع مدرب مستقبلي. لكن الأهم أن يتدرج. غوارديولا تدرج وكان قائد، لامبارد تدرج وكان قائد، زيدان تدرج وكان قائد. الاستثناء الوحيد يمكن أو نادر أن نجد استثناء الاسم الكبير اللي يأتي مباشرة من المدرب تجدي يعني. نواصل الحديث لكن نتحول إلى الزميل حسين ياسين بهذا الأثناء. ورحب بك معنا حسين من ميلانو. قربنا أكثر من ردود الأفعال، وهل هي كانت مغامرة بالنسبة لجماهير اليوفي والصحافة في إيطاليا؟ مساء الخير أريج، مساء الخير سوار. بالتأكيد هي بالنسبة لجمهور يوفنتوس مغامرة. كما ذكر سوار على المستوى العاطفي الجمهور سعيد لأنه سيشاهد نجما كبيرا في الفريق يدرب يستمر، لكن هو متهيب للموقف. لم نعتد على يوفنتوس يتخذ هذا النوع من القرارات، ويتخذ قرارا بإعطاء أهم منصب في الفريق على المستوى الفني لشخص لم يسبق له أن درب. منذ أسبوع عقد المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا لفريق تحت 23 سنة، الآن يصبح مدربا للفريق الأول. لا أعتقد أن كان خاض أي مباراة مع فريق تحت 23 سنة، أسرع تدرج في تاريخ المدربين. اليوم تحدث المسؤولون في يوفنتوس، باراتيتش قال أن بيرلو أقنعهم من خلال طرح الخطط التي لديه، من خلال الأسلوب، من خلال الأفكار، وأن بيرلو طوال هذه الفترة كان قريبا من النادي. لكن خلف الكواليس هناك أحاديث عن أن بيرلو ربما يكون هو الخيار الذي لم يكن هناك بديلا مهما له بالنسبة ليوفنتوس. الكل يعلم ضيق الوقت، الكل يعلم أن الخيارات الأخرى صعبة مكلفة. يوفنتوس يجب أن يدفع لساري متبقي له سنتين، وبالتالي الأمور ليست سهلة على المستوى المادي. كل هذه التفاصيل تصنع الصورة الكاملة التي تقول أن يوفنتوس اتخذ قرارا فيه مخاطرة. هل ينجح بهذه المخاطرة ويقدم للعالم مدربا كبيرا يمكنه أن يعطي أفكارا مميزة كما كان على أرض الملعب، مميزا وقائدا ومتألقا، أم لا؟ هناك الخيار الثاني الذي يمكن أن يكون للفشل. لا يمكن لأحد أن يستبعد هذا الخيار، خاصة لمدرب لم نشاهده مدرب في السابق. لأول مرة سنشاهده مدربا مع فريق كبير إلى هذه الدرجة. شكرا جزيلا لك. إذن حسين ياسين مراسل قنوات بي إن سبورتس، كنت معنا مباشرة من ميلانو. يعني بحسب ما تحدث به حسين قد يكون أنه لا يوجد بديل بهذه الفترة وبهذه السرعة يمكن أن يتعاقد مع اليوفي، وبالتالي ذهب إلى خيار بيرلو الذي تدرج بسرعة قياسية. هو حتى لم يتدرج يعني حتى لم يتدرج. الخطورة هنا أريد شوفي اللاعب مثل بيرلو، اللاعب الموهوب داخل أرضية الملعب هو يتحكم بمستواه، لكن لما تكون مدرب هناك عوامل أخرى تفرض نفسها. القرار ليس لك قرار فردي، وإنما قرار لمجموعة، للاعبين، لنفسية لاعبين، أمور عديدة جدا. فهذا الأمر لابد أن أنت تمر بمحكات عديدة جدا. اليوم لما نرى مثلا جون تيري في إنجلترا يذهب لفريق ستون فيلا ويبدأ ويتدرج تدريجيا مع عديد من الأندية، تجد أن في النهاية هذه المحكات التي يمر بها المدربين اللي يتعامل معهم أصغر منا اسما. يعني في ستون فيلا ستيفن جيرارد، فرانك لامبرد، زين الدين زيدان لما أتى وغوارديولا لما أتى للفريق الثاني لبرشلونة، هم يتعاملوا مع أسماء أصغر منهم كتاريخ، لكن لابد أن يمر بفترة يتعلم فيها، لابد أن يمر بمحكات عديدة جدا. وهذه المحكات وهذه الظروف هي التي تخلق له فكرة التعامل مع الظروف ومواكبة كل الاحتياطات والظروف. لما لا تمر أبدا بهذه الظروف تصبح نفسك أمام الصدفة، يا إما تنجح يا إما ما تنجح. وتدريب نادي مثل
مثل يوفنتوس لا يحتكم للصدفة ولا يحتكم لضرب الصدف أبدا، لا، هناك أسس من المفترض أن يبنى عليها. قد تكون الإدارة أخذت الأمر اقتصاديا، رغبة بيرلو في أن يصبح مدرب، والأمر مغري لبيرلو، فريق تاريخي مثل وكبير ضامن وجوده في مصاف الدوري أو صدارة الدوري الإيطالي والتأهل الأوروبي، تواجد فيه فرصة لن تكرر بسهولة، وبنفس الوقت بالنسبة للإدارة غير مكلف اقتصاديا، لكن بوتشينو خيار موجود. سنتحول الآن إلى كابتن هيثم فاروق محلل قنوات بي إن سبورتس. مساء الخير لك. مساء الخير أليج، أهلا بيكي وأهلا بنجم التعليق العربي سوار الذهب صديقي وحبيبي. أهلا الغالي، وأهلا بالسادة المشاهدين. حياك الغالي، حياك. احنا قلنا حتجيب هليكوبتر المرة دي. أكيد طبعا قرار فيه مخاطرة، وأنا سمعت كلام حسين ياسين وسمعت كلام سوار وأتفق معهم تماما. يعني لما برشلونة عين بيب جوارديولا كان عنده خبرة ولو بسيطة مع مراحل السنية الأقل، نفس الشيء بالنسبة لزيدان. أوكي، مفيش مدير فني بيحقق بطولات إلا لما يكون اكتسب بعض الخبرات حتى وإن كانت قليلة. إنما هي في مشكلة عند فريق اليوفي تحديدا، في فلسفة كده أو استراتيجية عند مشجعي اليوفي، وأجد إنها برضو موجودة عند مشجعي برشلونة. إيه هي؟ إن اللاعب هناك بروتكتد، محمي، بمعنى لو ساءت النتائج أو تراجعت، أول شخص بيتم مهاجمته وتوجيه الانتقادات إليه هو المدرب مهما كان. في يوم من الأيام برشلونة مع لويس إنريكي أخذ الدوري وأخذ تشامبيونز ليج، وجماهير برشلونة ما كانتش مقتنعة بيه، بتقول إن إمكانياته أقل من الفريق. نفس الشيء بالنسبة لإرنستو فالفيردي، نفس الشيء بالنسبة لأليجري لما كان مع اليوفي. إنما هنا في معادلة صعبة اللي هي إيه؟ إن بيرلو كان لاعب رائع، لاعب حقق كأس العالم مع منتخب الأزوري، ولاعب كان مميز جدا مع الميلان ومع اليوفي. فهي ترى الجماهير هتهاجمه لو النتائج تراجعت. هو قرار فيه مخاطره، والاداره قالت احنا مش هنخسر اكتر من اللي خسرناه. موسم طويل بحاله لم يستطع فيه بيانكونيري الا حظ لقب سكوديتو، خسر كاس، خسر سوبر، خسر تشامبيونز ليج. فعشان كده بيجربوا حظهم مع بيرلو، وهنشوف هل التجربه هتنجح ام هتفشل. شكرا جزيلا لك كابتن هيثم فاروق محلل قنوات بي إن سبورتس على وجودك معنا.